ما هي أنواع نسبة الفائدة في القروض العقارية؟ باش البنك يحدد نسبة الفائدة للزبائن ديالو كيعتمد على معدل نسبة الفائدة اللي كيتمولوا بها الأبناك في الأسواق المالية. بمعنى إلا تزاد معدل نسبة فائدة القروض في الأسواق المالية فهذا كينعكس على كلفة القرض، والعكس صحيح. وباش يواجه البنك هاد التغييرات كيقدم للزبناء ديالو زوج خيارات: النسبة الثابتة ما كتبدلش طول مدة القرض والزبون كيعرف من الأول المبلغ اللي غيخلص، وهذا النوع كيكون أكثر كلفة لأن البنك كيضمن نفس النسبة واخا يتزاد معدل نسبة الفائدة بين الأبناك. في هذه الحالة البنك هو اللي كيتحمل الفرق، ولهذا النسبة الثابتة كتكون أكثر كلفة لتغطية هذه المخاطر المحتملة. النسبة المتغيرة كتطور طول مدة القرض والزبون ما كيعرفش من قبل شحال غيخلص في الإجمال، إذن أخطر من النسبة الثابتة، ولكن أقل كلفة. وكل عام البنك كيراجع نسبة الفائدة على حساب نسبة معدل الفائدة بين الأبناك، بمعنى أن البنك ما كيتحمل حتى شي مسؤولية. البنك ممكن يقترح في حال ارتفاع هذه النسبة ما يسمى بالسقف، مثلا نسبة 3% مع سقف 2%، ما خصوش يفوت 5% أو العكس، حد أدنى 2%، يعني ما يقدرش يكون أقل من 1%.